لازم قبل ما تبداي في الكنافه تكوني محضره كل مكونات الوصفه، لان الكنافه طبعا من الحاجات اللي مش مستحب ابدا ان هي تقعد في الهواء كتير علشان بتنشف. اول حاجه هحضرها هي الحشوه. انا استخدمت نص كوبايه من الفول السوداني، زبده فول سوداني. اما بقى الطبق التاني ده فده عباره عن بسكوت مطحون. انا استخدمت بسكوت شاي عادي جدا، يعني تقدري تستخدمي اي بسكوت شاي انت بتفضليه. استخدمت منه 3 اكياس من اللي هي الاكياس الحجم الوسط، وطحنته بالشكل الناعم اللي انتوا شايفينه ده. وجبت طبق اكبر طبعا علشان اعرف اقلب براحتي، وحطيت الفول على البسكوت المطحون، وفي البدايه كده نزلت عليهم بمعلقتين كبار من السمنه المتسيحه. وانا بعمله كور كده على قد بونبونيه صغيره علشان يكون استخدامه سهل وقت الحشوه. ونيجي بقى للكنافه. انا هستخدم نص كيلو بس من الكنافه، بس لازم وانت بتشتري الكنافه سواء بقى من السوبر ماركت او حتى من الكنافاني لازم تقولي له انا عايزه كنافه طرح. لما بتقعد في الهواء كتير بتنشف وما بيبقاش قوامها حلو ابدا. وبعد ما بنفرد قطعه الكنافه بتاعتنا بنرش عليها رشه ميه من فوق ومن تحت زي ما انتم شفتوا كده، وبعدين بحط له حشوه في الطرف